حين يذكر اسم الثورة يسطع في الأذهان وجه رجل تحول إلى أيقونة خالدة، أرنستو تشي جيفارا، الطبيب الأرجنتيني الذي ترك حياة مرفهة وراءه ليخوض غمار النضال المسلح ويقف بجانب الفقراء والمستضعفين في مواجهة الإمبريالية والظلم. لم يكن مجرد مقاتل يحمل السلاح، بل كان مفكرا وكاتبا ورمزا عالميا ألهم الملايين من الثوار في كل بقاع الأرض. حكاية سائر عاش من أجل قضية ومات من أجلها ليبقى حيا في ذاكرة الشعوب إلى اليوم. ولد أرنستو تشي جيفارا في يوم 14 يونيو 1928 في مدينة روساريو بالأرجنتين، وهو الابن الأكبر بين 5 أطفال في عائلة من أصول أيرلندية وإسبانية. نما في داخله في وقت مبكر شعور التعاطف مع الفقراء بحكم نشأته في أسرة يسارية. كان بيتعامل مع طائفة واسعة من وجهات النظر السياسية،